وأفضل القرون قرن المصطفى، من آمنوا فمن قفى فمن قفى، وأفضل الأمة أتباع النبي، أصحاب الخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يلي عثمان فالتاليه في الفضل علي. ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن، ويجب الإمساك عما شجر بينهم فهم أحق أن يرى أحسن مخرج لهم، وأن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن. وما قد جرى بين الصحابة كله يكون عن التأويل لا عن تعمد، قد اجتهدوا فيه فأجران للذي أصاب، ومن أخطى له الأجر أفردي. ولا تعنيهم إلا بخير فإنهم إليهم تناهى كل فضل وسؤدد، فقد رضي الرحمن عنهم وعنه قد رضوا، فالرضا عنهم على كل مقتدي. وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود المالكي رحمه الله في نظمه للجامع المنسوب إلى الشيخ خليل، قال: موفقا معتقدا لفضل قرن محمد إمام الرسل، عليه أنمى صلوات ربه ممن رآه وانتمى لحزبه، ثم الأولى يلونهم ثم الأولى يلونهم، موقرا مبجلا أصحابه، مقدما للأربعة مفضلا من كان في الغار معه، ثم بترتيب التولي الخيارة، فسائر العشرة المبشرة فأهل بدر، ولهم يلتمس حسن المخارج بدون ظن سوء، لكن يظن أحسن المذاهب بهم، ولا يحل ذكر صاحبي إلا بالأحسن، وفي الردة مر حكم الذي كفر أو سب النفر. وقال الشيخ المقري المغربي المالكي الأشعري في منظومته التي نظمها في العقائد، وهي تربو على 500 بيت، سماها إضاءة الدجن في عقائد أهل السنة، يقول في الكلام عن هذه الحيثية: والصحب كلهم عدول خيارة، ومن يريد وجه اهتداء بهم يراه، فإن من أحاط بالخبي علما حاباهم صحبة النبي. الذي أحاط بالخبي علما الله تعالى حاباهم صحبة النبي، فهم نجوم في السرى، من اقتدى بهم في أنجم الليل اهتدى. ولا تخض فيما من الأمر اختلط بينهم، واحذر إذا خدت الغلط، والتمسن أحسن المخارج لهم، فالاجتهاد ذو معارج. هذا السفاري الحنبلي يقول في عقيدته في هذه المسألة: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا الأعداء حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان. وقد أتى في محكم التنزيل في فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار. ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، فاقنع وخذ عن علمي، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى، لو تدري فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. وقال الطحاوي الحنفي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. فأنتم ترون أن هذه المسألة أدخلها العلماء فيما ينبغي على الناس اعتقاده، لأن الصحابة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم.